في هذا الفيديو ما غاديش نقول لك راجع 14 ساعة في النهار بلا توقف ولا نعس، غير 6 سوايع بالليل ولا ما تشوف الشمس في عصر على كتوبة وتتقرا. اكيد ما غاديش نقول لك هادشي لان هادشي تيتسمى عذاب ماشي دراسة. من بعد هاد الحلقة غادي تولي متفوق في الدراسة بلا ما ترهق راسك بزاف، وهادشي غادي نشوفه بالتفصيل في هاد الفيديو، تابع للاخير. ما غاديش تلقى شي طالب مجتهد ومتفوق تيبقى سهران مورا 12 تاع الليل تيراجع، ولا منعزل على العالم تيشعر بالقلق والخوف وداخل الاكتئاب وهامل راسو حوايج مسخين ويبقى عاطيها غير القرايه. هادشي تيتسمى قله النظافه ماشي تفوق واجتهاد صديق. الا سولنا المتفوقين اللي تيجيبوا اعلى نقطه على الصعيد الوطني في البكالوريا غادي يقولوا لك ما تنسهروش تيقرب الفجر، ولكن تنوضوا نصليو الفجر وتراجعوا غير حتى العشرة تاع الليل والناس. وحتى هو متبع السوشيال ميديا وتلعب الكره وما حارمش راسو من امور رفاهيه. على الرغم من هادشي كامل تيتمكن من نيل اعلى النقاط. التفوق يا صديقي غير مرتبط بهذيك الصوره النمطيه اللي خدينا على الناس المجتهدين في القسم، ولا انه قراي كيف ما تيقول البعض كانها ملكه من السماء تعطاته هو دون الطلبه الاخرين. الا بغيتي تكون من المتفوقين في الدراسه داخل القسم ولا الجامعه تحتاج تراجع غير 3 سوايع يوميا فقط. هادشي ماشي مجرد كلام عابر، بل تبتات مجموعه من الدراسات العلميه، ومن طبيعه الحال تقدر تراجع اكثر من 3 سوايع انت وجودك. اول نقطه اللي غادي تساعدك على المراجعه وغادي توفر عليك وقت ومجهود هو الانتباه داخل القسم. انتباه داخل القسم اهم من مراجعه الدروس في البيت، ولا بد خاصك تنتبه للاستاذ داخل القسم ولا البروف في لونفي، وما ديرش بحال الاغلبيه اللي تقول لك ما ندخلش الحصه خلي تنتبع البوليكوب ونراجع في الدار، ولا ما تيتبعش في القسم حيتاش الاستاذ ما تيشرحش مزيان. انتبه وتبع مع الاستاذ واخا ما تفهم حتى حاجه، المهم غادي تاخذ رؤوس الاقلام على الدرس وغادي تسهل عليك عمليه فهم والمراجعه الدروس. تيقول المثال المعروف فهم السؤال نصف الجواب. فالانتباه في القسم توفر عليك الوقت والجهد، وتوفر عليك حتى 50% من المجهود والوقت في المراجعه. قلنا قرا معنا هذاك التلميذ اللي كان تيبقى عاطيها اللعب والدوران وما تيديرش مجهود كبير في المراجعه وتيجيب مزيان في الفروض، والسبب اللي تيخليه يتفوق هو الانتباه داخل القسم وتتذكر نسبه كبيره من الدروس بلا ما يحتاج يدير مجهود كبير في المراجعه. النقطه الثانيه والاهم في هذا الفيديو هو التنظيم. عارفك تتقول مع راسك الهضره سهله والتطبيق صعيب، صبر صاحبي، التنظيم فيه بزاف الطرق كل واحد والطريقه اللي تتناسبه. بالنسبه لي كل صباح تنكتب في مذكره تاعي داكشي اللي خاصني نقوم به خلال هذا اليوم. ما يمكنش لينا نديرو شي حاجه وحنا ما مخططينش ليها من قبل. الا ما رتبناش الامور ونظمنا الوقت تاع كل حاجه وكتبنا المهام اللي خاصنا نديروها والمده اللي تحتاج كل مهمه، من طبيعه الحال ما غاديش نلتزموا 100% بداكشي اللي كتبناه. المهم هو يكون عندك تخطيط مسبق لداكشي اللي غادي ديرو هذاك النهار وتمشي عليه، وهادشي اللي تعطيك شعور بالانجاز فاش تقوم باغلب المهام اللي خططتي لها. وهذا التنظيم تيخلي وقتك منظم وتيخليك متفوق في الدراسه تاعك بلا ما تنقص ولا تنسى تراجع ولا تهمل شي ماده. النقطه الثالثه اللي تساعدنا على سرعه الفهم والمراجعه هي تدوين ملاحظات وكتابه تخطيطات وملخصات. ملي تكون تراجع ديما حط حداك ورقه وستيلو كتب فيهم اهم النقاط الموجوده في الدرس، ماشي لابد دير ديما ملخصات لكاع الدروس، تقدر تكتب تدوينات وملاحظات في نفس الدفتر الدروس في الجانب. هذه الطريقه تساعدك على تذكر الدرس، وقوم بتلوين العناوين الرئيسيه والعناوين الثانويه بلون والمصطلحات بلون مختلف والفقرات الرئيسيه حتى هي بلون مغاير، باش ملي تبغي تعاود مراجعه الدروس من يقترب الامتحان يسهل لك تذكر الدرس لانك خليتي اثار وعلامات في الدرس، بحال الشخص اللي تيدوز من طريق في الغابه وتيخلي اثار وعلامات تتسهل عليه يتذكر طريق العوده. النقطه الرابعه ما ترددش في السؤال الا ما فهمتي شي حاجه. جوج الناس اللي ما تيتعلموش، الخجول والمتكبر، لانهم جوج ما تيسولوش. الاول حيت حشم يسول ويضحكوا عليه، والثاني فيه التكبر تيبغي يبان ديما فاهم كلشي. ملي ما تفهمش شي حاجه ما تخليهاش دوز مرور الكرام، وقف الاستاذ وسولو، ولا سول شي صديق في القسم، ولا قلب في الانترنت، ولا اضطريتي دير حصص اضافيه في الماده اللي صعب عليك تفهمها. النقطه الخامسه خصص مكان معين للمراجعه فقط. في الفيديو اللي فات غادي نحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف، تكلمنا على اهميه تخصيص مكان مخصص للدراسه فقط وعلاقته بدماغ الانسان اللي تخدم بتقنيه الترابط. من شروط هذا المكان يكون مكان نظيف بعيد على المشتتات كالتلفاز والصداع باش تخلق جو مثالي للمراجعه وتقدر تركز اكثر على دروس. النقطه السادسه كافئ راسك بعد كل انجاز قمتي به. الا قمتي بانجاز معظم المهام اللي كنتي مخطط لها خلال اسبوع غادي تشعر بشعور السعاده والفرح، ودماغك غادي يفرز ماده الدوبامين، وتقدر تكافئ راسك بالذهاب لمكان جميل او اكل اكله تعجبك او تتفرج على احد الافلام المفضله عندك. النقطه السابعه ما تقارنش راسك بالناس الاخرين، قارن راسك مع راسك وتحدى راسك انك تكون نص
نسخة أحسن من الأمس. وقف على مقارنة راسك بالآخرين، لأن كل واحد فينا ونسبة الذكاء عنده والظروف تاعو والمسار الدراسي اللي داز منه. ما تخليش البؤس يسيطر عليك، وحاول مرة جوج 3 4 حتى تنجح وتحقق الطموح تاعك. على سبيل المثال، الأسد في الغابة يقوم ب 75% من المحاولات الفاشلة و25% من المحاولات اللي تتكلل بالنجاح، ورغم ذلك ما تلقاوش دخلوا اليأس والفشل. واللي تخلي الأسد ديما مستمر في المحاولة هي غريزة المثابرة عنده. هو عارف أن نسبة النجاح هي 25%، وخاصه يدوز من 75% ديال المحاولات الفاشلة باش ينجح في آخر المطاف. النقطة الثامنة، صوب خطة واقعية ومعقولة للدراسة. خلينا من التخطيط العشوائي اللي كنا تنقوم به. غادي نراجع من 8 إلى 10 الليل، وعندي 5 المواد. تنقسم عدد الساعات على عدد المواد اللي عندي. في الغالب بحال التخطيط ما تتنفذش. دير خطة معقولة تتراعي فيها أوقات الصلاة والأكل والاستراحة بعد كل نصف ساعة من التركيز والفاصل بين مادة ومادة، باش تكون مرتاح وما تحسش بالملل وتقدر تنجز الخطة في قادتها من قبل. النقطة التاسعة، تحفيز العقل. العقل تشعر بالملل، هادشي ماشي مجرد كلام، إنما حقيقة مثبتة علميا. داكشي علاش خاصك تحفز عقلك كل مرة بطريقة جديدة ومبتكرة للمراجعة. أكيد جسم الإنسان ما تنساش طريقة المشي ولا السباحة اللي تعلم ليها. واحد الدراسة تقول أن سائق طاكسي صغير عنده منطقة ذاكرة أكبر من سائق البيس، لأن الطاكسي صغير كل مرة تمشي من طراجي جديد، عكس سائق البيس اللي في الغالب تسلك نفس الطريق كل نهار ولا بدل الطريق يتلف. نفس الشيء باش تقوي الذاكرة عندك، حفز دماغك كل مرة بطريقة مبتكرة للمراجعة. النقطة الأخيرة، المراجعة على شكل مجموعات. مرة خاصك تراجع مع الأصدقاء على شكل مجموعات باش واحد يعاون واحد وتكون الجو فيه قليل من المرح، باش تغير الجو شوية وما ديرهاش ديما. مرة غالبا فاش تكون تتراجع مع صحابك ما تتحسش بالملل، وقت يدوز دغيا. النصيحة اللي غادي نعطيك في آخر هذا الفيديو، وقت الدراسة دراسة، شد التليفون، تفرج، لعب مع صحابك، خرج دور، ولكن وقت الدراسة خليه فقط للدراسة. وحاول ما أمكن تركز، ما تخليش حاجة تشتت الانتباه تاعك، بالمراعاة القضية اللي ذكرناها في الفيديو اللي فات، اللي غادي تلقى الرابط في صندوق الوصف ولا غادي تظهر في الشاشة أعلاه، واللي هي أن العقل ما تبقاش قادر يركز أكثر من 30 دقيقة. خذ لك 5 دقائق استراحة ورجع كمل باش تمكن من استرجاع التركيز تاعك. لا بغيتي تفوق في الدراسة تاعك، خاصك تراجع 3 سوايع في النهار وتركز فيها 100%، وتاخد فاصل بين كل نصف ساعة. لا شديتي التليفون وانت تتراجع غادي تبقى جالس اكثر من 3 سوايع وانت مشتت بين التليفون والمراجعة، وغادي تستغرق وقت اطول. وفي هذه الحالة تكون تراجع بمجهود وليس بذكاء، وملي غادي يجي الليل غادي تلقى راسك باقي ما كملتيش، وغادي تقول تا الغدا ونفيق مع الصباح ونبقى نراجع حتى الليل. هادشي اللي تيطرا لمعظمنا، وتنبقاو بلا مراجعة حتى تدوز ايام وتيجي وقت الامتحان. خلاصة هذه النصيحة، ملي تبغي تقرا وما تخليش راسك يدير شي حاجة اخرى من غير قرايه. تنشكركم على متابعة الفيديو للأخير. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو.